المسافة صفر. المسافة صفر مع عزة إسماعيل. الإذاعي الكبير والقدير الأستاذ فهمي عمر رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، كنت مذيع الاستوديو صباح يوم 23 من شهر يوليو عام 52 عندما دخل البكباشي محمد أنور السادات ومعه بيان الحركة المباركة كما كان يطلق على الثورة آنذاك. لماذا لم تقرأ البيان بصوتك وأنت مذيع الاستوديو؟ أنا طلبت منه، قال نحن لا نريد لكم أن يكون لكم أي شأن بهذا الأمر، نحن المسؤولون عن هذا الأمر، نحن الذين سنقرأ البيان. حتى بعد أن أقرأه أنا هكذا قال لي جملة الضباط الموجودة في الاستوديوهات هي اللي هيخش يقرأ البرنامج، احنا عايزين نبعدكم عن هذا الموضوع نهائيا. لكن ألم يتسلل إلى حضرتك بعض الشك في عدم نجاح الأمر وأسأل أنا عن هذه المسؤولية أمام الميكروفون؟ كيف أسأل؟ ضباط موجودين والأسلحة فيها، أقول لهم لا، غير معقول وغير منطقي إن أنا أقول لا والله استنوا لما أسأل مديري ولا لا الكلام ده. ثم أن هذا الأمر صادف هو في نفسي، أنا استحسنت بيني وبين نفسي، قلت الناس دول ما جوش إلا عشان يخلصونا مما نحن فيه. كابتن حلمي طولان في تصريح لحضرتك قلت حسام حسن ليس الأقدر بقيادة منتخب مصر، وجاء هذا التصريح قبل هزيمة المنتخب الوطني أمام كرواتيا 4-2. ألا ترى أن هذا الرأي حكم مبكر يتسم بالقسوة على الكابتن حسام حسن وهو في بداية مهمته التدريبية للمنتخب، وقد يؤدي هذا به إلى الإحباط؟ لا، أنا بتكلم ما قصدتش إن أنا أتكلم قبل ماتش مصر وكرواتيا، دي نمرة واحد. ده أنا اتكلمت بعد الماتش الأولاني اللي المنتخب كان كسبان فيه، وأنا بقول رأيي مش وقتي أو لحظي، لا، وأعرف أقيم بشكل علمي كل مدرب موجود في مصر شكله إيه وعامل إزاي وقدراته إيه. يعني أنا ما قلتش الكلام ده ولا قصدت بيه إن أنا أقول الكلام ده قبل مباراة كرواتيا. طب ما أنا قلته بعد مباراة إحنا كسبنا فيها، يعني عادي. يعني ألم تخشى أن يفسر البعض رأي حضرتك بأنك أحق منه بتدريب المنتخب؟ لا طبعا، أنا ما بعملش زي البعض إن أنا أسعى وإن أنا أشغل الكتائب الإلكترونية وأبقى ضيف على بعض البرامج وأتكلم فيها على أساس إن أنا الأحق بالمنتخب، وإن أنا ما عنديش الكلام ده، وعمري ما كنت كده، ولا عمري أطمح إن أنا أدرب منتخب مصر خالص، عشان تبقى عارفة حضرتك. يعني أنا لم أطمح في يوم من الأيام إن أنا أدرب منتخب مصر، ولم أسعى ولن أسعى في يوم من الأيام لتدريب منتخب مصر خالص، يعني ولم أفكر في ده. كاتب الصحفي الكبير الأستاذ أسامة سرايا رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق، ما زال البعض يتذكر لك موقفا مهنيا حين كنت رئيسا لتحرير الأهرام، حيث غيرت بالمونتاج صورة الرئيس مبارك ووضعته في مقدمة رؤساء العالم بعكس الحقيقة. ما ملابسات هذا الموضوع وهل عرضك لمتاعب؟ مش صحيح الكلام ده، مش صحيح، مش حقيقي، وأنا ما مزورش التاريخ أبدا. هل هذا المونتاج الذي حدث في صورة الرئيس الراحل رحمة الله عليه الرئيس مبارك هو الذي جعل إحدى الإعلاميات تقوم بوصفك بالفلول وقمت بالرد عليها بأنها أم الفلول؟ كلمة الفلول دي كلمة عملوها الإخوان المسلمين، إحنا فلول إيه؟ إحنا كنا في حرب يعني، وهم متصورين إنهم انتصروا في الحرب. أنا ما عمريش كنت فلول في مصر، أنا كنت صحفي وبقيت رئيس تحرير الدعمية وحصل الثورة ومشينا. يعني دي مش قضية إن إحنا نبقى فلول إيه؟ إحنا ناس بنقضي وظيفنا وعمل. ما أعتقدش إن اللي كان هيسمع يقول لي فلول كنت هقبله، ما قبلهاش يعني. المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري الأسبق، ما هي ملابسات لقائك مع القطب الإخواني خيرت الشاطر في السجن، وما هو الحوار الذي دار بينكم؟ ولم يكن حوار، أنا دخلت إلى محبسي الساعة 10 صباحا، وجدته أمامي لكنه نظر لي شزرا وقال لي أنت اللي عملت مسلسل الجماعة
قلت له والله لو أنا اللي عملته كان شرف ليا، لكن أنا لا كاتب ولا مخرج. كتبه الأستاذ وحيد حامد وأخرجه الأستاذ محمد ياسين، وأنا ما أعتقدش إنه أساء لكم حاجة، كان يبحث عن الحقيقة. قال لي طب اشرب. الأستاذ الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار والمصريات الشهير، وزير الدولة لشؤون الآثار المصرية سابقا، لماذا ما يتردد بشأن وجود توتر في العلاقات مع علماء الآثار الآخرين الذين اتهموك بسلوك الاستبداد ومحاذاة وسائل الإعلام لمكاسبك الخاصة بعد أن حرموا من الوصول إلى المواقع الأثرية؟ أنا زي القطر ماشي، ما عمريش بصيت لحد، لا أنت أحسن مني ولا أنا أحسن منك، فأنا عمري ما بصيت ورايا، وعمري ما همني إن أنت تشتميني وتقول عليا إشاعات، قولي ما يهمنيش. كنتم مع المسافة صفر. المسافة صفر مع عزة إسماعيل.